سؤال محيرني يا صاحبي بقالي فترة. هو احنا ليه لما بنروح مطعم وبيدفعونا الشيء الفلاني، أول حاجة بنعملها بنطلع الموبايل ونصور الطبق كأنه إنجاز تاريخي؟ بس لما بنكون في الشغل وبنعمل عظمة وبنتعب وشقيانين بنكسل نطلع الموبايل نوثق تعبنا. خلي السؤال ده في دماغك عشان هجاوبك عليه في الآخر، بس الأول خليني أقولك إن التطبيقات دي معمولة عشان الفلاتر، مش معمولة عشان الفلاتر ولا تصغير المناخير وبس، معمولة عشان تسهل حياتك وتحمي حقك. احنا النهاردة جايين نتكلم عن ازاي حتة ابلكيشن صغير ممكن يبقى هو المحامي بتاعك والمدير المالي والارشيف اللي ما بيضيعش منه ورقة. وركز معايا عشان التطبيق اللي جايبهولك النهاردة ده لو انت شغال اي شغلانة فيها مواقع او تشطيبات او مقاولات او حتى تصليح، هيغير طريقة شغلك 180 درجة. تطبيقنا النهاردة اسمه كومباني كام. من اسمه كده تحس انه حاجة رسمي فهمي نظمي. ايه التطبيق ده يا سيدي؟ وظيفته ببساطة انه الذاكرة اللي ما بتنساش. تخيل انت شغال في موقع، بدل ما تصور بالموبايل والصور تدخل في صور العيلة وصور القطة بتاعتك وبعدين تيجي تدور على صورة الشغل ما تلاقيهاش. كومباني كام بيعمل ايه بقى؟ اول ما بتوصل لمكان الشغل هو بيعرف مكانك بالجي بي اس لوحده. بتفتح الكاميرا من جوه التطبيق وتصور الصورة وبتنزل وعليها التاريخ والساعة والموقع بالظبط. مش بس كده، دي بتتحفظ في ملف المشروع لوحدها من غير ما تاخد مساحة من موبايلك لأنها بتترفع على السحابة كلاود على طول. طيب نستخدمه ازاي عشان نطلع منه نتائج كويسة ونطلع منه بمصلحة؟ بص يا بطل، أول ما بتنزل التطبيق بتعمل حساب عندك مشروع جديد نيو بروجكت وتسميه باسم العميل أو العنوان. وانت شغال الصور قبل وبعد، صور المشاكل اللي قابلتك في الحيطة قبل ما تدهنها عشان العميل ما يجيش يقولك انت اللي بوظتها. والميزة الجامدة بقى انك ممكن تشخبط على الصورة، يعني تصور صورة مكسورة وتعمل عليها دايرة حمراء وتكتب ملاحظة محتاج تغيرها وتبعتها للمدير او للعميل في ثانية. يعني استخدامه صح انك تخلي كل حاجة موثقة. ولو العميل قالك اللون ده مش عاجبني، طلع له الصور او الصورة اللي اختار فيها اللون وهو واقف جنبك وقول له يا باشا الصورة ما بتكدبش. ونيجي بقى للكلام اللي يهمك بجد، رأي الناس في اللي جربت من واقع تعليقات الناس في البلاي ستور. اغلب الناس طايرة بيه عشان التنظيم، مفيش توهان، الصور بتتحفظ بمكان. يعني لو رحت موقع اشتغلت فيه من سنة هتعرف تطلع صور الشغل بضغطة زرار. وميزة بيفور اند افتر دي بتعمل سحر مع الزباين، بتخليهم يشوفوا الفرق بعينيهم. بس طبعا مفيش حلو يكمل. اغلب الشكاوي ان التطبيق ساعات بيهنج لو النت عندك ضعيف في الموقع، لان زي ما قلنا هو بيرفع الصور اول باول. وفي ناس بتشتكي ان النسخة المجانية بقت محدودة شوية، وان الاشتراك وان الاشتراك المدفوع غالي حبتين على الشركات الصغيرة. وهنا يجي السؤال المهم، هو المطور بيكسب ازاي وهو منزل التطبيق مجاني؟ بص يا صاحبي، مفيش حد بيفتح سبيل في التكنولوجيا. هو بيعمل لك نظام الجر الرجل الاول، ينزلك التطبيق مجاني تنبسط بيه وتصور وتعمل عليه كل شغلك. ولما تحب بقى تزود عدد الناس اللي معاك في التيم او تصور فيديوهات طويلة او تخزن صور بلا حدود، هيقولك ادفع يا بطل. هو بيبيع لك الراحة والنظام بنظام الاشتراكات الشهرية. ولو انت لسه في الاول ومحتاج بديل خفيف، ممكن تمشي حالك بتنظيم بتطبيق فوتو جوجل فوتو. وتعمل ألبومات وتسميها يدوي وهو متعب شوية بس ببلاش. وفي تطبيق تاني اسمه تايم ستامب كامبرا، بيحط لك التاريخ والوقت على الصورة وبرضه بيعتبر بديل كويس. نرجع بقى لسؤالنا اللي بدأنا بيه الفيديو، ليه بنصور الأكل وما بنصورش الشغل؟ الإجابة بسيطة، ببساطة لأن البيتزا مش هترفع عليك قضية تقولك إنك أكلتها ناقصة حتة، لكن العميل ممكن يعملها معاك لو مفيش معاك دليل يحميك. عشان كده نصيحتي ليك كأخ بيخاف عليك، صور شغلك واحفظ حقك واستخدم التكنولوجيا عشان تريح دماغك. لو عجبك الكلام ما تنساش اللايك الجميل. لو عندك تطبيق تاني تستخدمه في شغلك قولي عليه في الكومنتات. سلام يا صاحبي.